السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه النهارده يا جماعة؟ هنسمع فيديوهات محمود الجمل. طبعا انا هختار اول فيديو شوك دويتي نازل قبل ساعة واحدة. العنوان أمنية القوة. تسمع كلام صاحبتها غازل. هنشوف يلي انت نصورة منك في الشكل وفي الكلام. يلا بينا بقى نرجعه الهوفر بورد. يلا ليش انت ايه اللي جابك هنا يا ماما؟ انت بتعملي ايه هنا يا امنيه؟ أمنية اتعلم ازاي تتكلم وبعدين بتكلم. ايه ده حديد؟ ده قطع ده قطع من البتاع جاي دي المارة اسمها دي. يا حديدة كسرت الموتوسيكل؟ وانا ماشي على الرصيف هو اتكسر. ده انت مش ماشي على الرصيف، انت بتدخل في الرصيف بالموتوسيكل ده. انت مش طفل ابدا، انا بقالي 20 سنة محدش كسر لي ولا موتوسيكل ولا عجلة، انت تكسرهولي؟ ده انا مش هسيبك النهارده، ليلتك بيضة. اقلع لي الكوتش. لا يا بنت بالله. اقلع الكوتش. لا يا بنت بالله. اسمع الكلام واقلع الكوتش. انت علقها اطلع كاوتش. وهتروح دلوقتي تجيب لي 200 جنيه من امك، قول لها انا كسرت الموتوسيكل لخالتي فرنسا. يلا انا الكوتش. يا بنت بالله. علقك هنا ايه الكوتش. يا بنت لا من يا بنت. يلا يا حديدة تروح تجيب لي 200 جنيه، ده انا مش هسيبك. ازيك يا ميس فرنسا؟ الحمد لله يا امنية. ازيك يا ميس فرنسا؟ كويسة. هو في ايه؟ هو الولد ده مزعلك ولا ايه؟ بص يا امنية، كسرت يعني تقدر تعمل حاجة معايا أمنية؟ لو انت مرة بجد اعمليها، لو انت مرة بس. الموتوسيكل. كسرت الموتوسيكل؟ اه حديدة. ايه حديدة. هو اسمه حديدة؟ اه اسمه حديدة. بصلي كده بصلي. لا بجد انت حديدة حديدة. طب بص بقى يا حديدة. انت بردان ولا ايه؟ الوضع علق يا جماعة. يا بنت خلاص يا طن. هتجيب لي 200 جنيه الاول وبعد كده تاخد الكوتش. خدي يا بنت الكوتشي. طب بصي يا حديدة يا طن. حديدة كلمها. حديدة بصي يا حديدة يا حبيبي، روح هات 200 جنيه من ماما وبعد كده تعالى خد الكوتشي. بجد؟ بجد ماشي ماشي. فرحان طب ماشي يا حديدة، روح يلا يا حبيبي عند ماما خد منها ال 200 جنيه وبعد كده تعالى خد الكوتشي. ماشي يلا يا حديدة. فرحان يلا يا حديدة يلا. بس على فكرة يا ميس فرنسا ده شكله طيب قوي. ده مشكلة حديدة ده. بجد؟ كل يوم جايب لي مشكلة. طب ماشي يا ميس فرنسا، اتفضلي فلوس الدرس اهي. اتفضلي فلوس الدرس. فلوس درس ايه دي يا أمنية؟ الانجليزي. الإنجليزي؟ اه. ماشي. أمنية صالح الجمل. ماشي إنجليزي. وغزل محمود. تمام الإنجليزي. المرة الجاية العربي. تمام حاضر ماشي. هات الكتب يلا. اتفضلي. هناخد الهوفر بورد. ماشي يلا. غزل تاخد الكبير ولا الصغير؟ لا هاخد الصغير. وانا هاخد الهوفر بورد الكبير. يلا بينا. يا سلام حظهم حلو ده. بصوا عندهم ألعاب كتير، نفسي حسيتهم ده. أنا حسيتهم صح يا بنت هتلعب بشوي. والنهارده بقى يا ماما يا حبيبتي خلصت شغل بدري، فقلت كده اتصل اطمن عليكي. وانتي عارفه كمان هعمل بقى الامنيه مفاجاه واروح اجيبها من الدرس. الساعه كام دلوقتي؟ بصي يا ماما دلوقتي الساعه 2 الا ربع، وامنيه بتطلع الساعه 2 بالظبط. بصراحه يا ماما يعني انا مقصره مع امنيه قوي والشغل اخد كل وقتي، فقلت بصراحه بقى اعمل لها مفاجاه وادلعها النهارده. هي عندها درس انجليزي النهارده، وقلت بقى بالمره اسال على مستواها.
ماشي يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. ماشي، لما اجي هطمنك عليا. باي باي يا حبيبتي، مع السلامه. ينفع يعني كده؟ الله، الحاج محمود اهو. عندك ايه؟ قرب لي كده الشاشة. البطل اهو يا جماعة، البطل اهو. احود يا عم، افتح الفيديو نشوف يلا يحصل. يا سلام، ده عايش معاكم جوا العمارة محانين انتوا الاتنين. اتصدموا يا جماعة، اول ما شافوا اتصدموا. ده عايش معاهم اداله ايش 50 سنة او اكتر. طيب يا عاملين ايه؟ فكرة يا عم محمود، اغنيتك جميلة قوي. والله انتوا اللي جمال، بس عاوز اقول لكم على حاجه. ينفع اللعب في نص الشارع كده يعني؟ لا ده انت كده جدع، انا بحبك. والله يا جدع، ما ينفعش تلعبوا في نص الشارع يا جماعة. فينا والله، بس ينفع تغني معانا اغنيتك معانا؟ عينيا ليك اللي انتوا عاوزينه. يلا يلا بينا. ايه ده؟ لا انا بس واحد زي العسل انت واحد زي النور يا عم ما ينفعش محمود. لعب في نص الشارع. ماشي حاضر اتفقنا؟ ماشي. حلوة قوي الاغنية بتاعتك والله على انت اللي فكرة. جمال زي انا العسل كل شوية بسمعها على فكرة. بجد. طب كملي كده وانا ماشي. يلا كده ايه ده؟ 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 انا فرحانة قوي، انا شفت عم محمود. ايوه انا مبسوطة قوي، انا هقول لماما اللي انا شفته. وانا كمان هقول لماما. ماشي. ده انت هتاخدلك علقة أمنية من أمك. ده هتلاقيها في نص الشارع يعني هي خدت فلوس درس الإنجليزي وراحت أجرت بها بربورد لو تصميم. دمها مش هتسيبها. تاني هنروح للحب. الله يا عم أحمد، مالك كده يا صاحبي؟ تاني تعبوه في اللعبة. كانوا لما يخلوا مش عارف مين، كانوا لما يخلوه البواب. كانوا لما يخلوا محمود الجامل، كانوا لما يخلوه هو البواب. دلوقتي بقى ما يخلوا احمد داوود على طول هو البواب، مش عارف ليه، مع ان تمثيله حلو. قلنا السلام عليكم. خد يا ست انت هنا. نعم. خد هنا. رايحة فين انت؟ انا طالعه الدور الاول عند ميس ندى بتاعت الانجليزي. عند مين؟ ميس ندى بتاعت الانجليزي. ميس ندى باعت الشقة بقالها سنة. يعني ازاي بعد شقه بقالها سنه؟ انا بنتي عندها درس النهارده عند ميس ندى. عندها درس في الأحلام يعني ولا ايوه ايه؟ عندها درس دلوقتي. بقول لك أنا هنا بواب العمارة وأنا المدير، وأعرف كل كبيرة وصغيرة هنا في العمارة. بقول راجل انت المدير؟ يا سلام، اول مرة اشوف مدير لابس جلابية، اول مرة. لك بعت الشقة بقالها سنة، يعني بعت الشقة بقالها سنة. طيب انا هكلم بنتي امنيه واتاكد برضو. عارفة مشوها ليه؟ ليه؟ علشان العيال التلاميذ طالعين نازلين سرقوا الشباشب والجزم بتاعت العمارة كلها. التلاميذ هم اللي سرقوا الشباشب؟ ايوه من سنة. ايوه طيب انا هكلم امنيه بنتي واثبت لك دلوقتي. امنيه مش بترد، انا هكلم ميس ندى ذات نفسها بقى. ايه قولي لها يا عم احمد زعلان مني. الو. ايوه ميس ندى، انا مامة امنيه. هي بس بتصل بامنيه مش بترد. انا اسفه، عندكم امتحان. طيب انا اسفه. طب وحضرتك موجوده فوق؟ ايوه طيب خلاص، ابقى انا اقفل دلوقتي، انا اسفه. خلاص شكرا يا ميس ندى. ما قالت ان هي موجوده فوق اهو، وفي امتحان كمان. يا ست انت هتشتغليني ولا ايه؟ ما انا اهو. استنى اهو. واول مرة اشوف مدير مع تليفون نوكيا. انت مدير العمارة؟ انت انت مدير العمارة؟ يخرب بيت زلومتك. بص عامل ازاي. انت مدير العمارة؟ يا سلام. ايوه يا عم جعفر، عامل ايه؟ مين جعفر ده؟ لقيت سيف ولا لسه؟ لقيته.
طيب سلام يا عم جعفر، ما انا ممكن اكلم لك اي حد بالمحمول بتاعي. تحب اكلم لك صفصف الملكه؟ ايوه يا ملكه، عامله ايه؟ تحب حاجه تاني؟ على فكره انت تحب اكلم لك محمد هنيدي بنفسه؟ على فكره ايه يا ست البلاوي اللي بتضحك انا بقول لك بنتي تقعد تقول لي جعفر والملكه. بقول لك قاعد تشجع بقالها سنه. انت باين عليك اصلا قاعد مش فايق في العماره. انا يا باي عليك. اوي يمكن الميس غيرت. ايوه دلوقتي يا جماعة دلوقتي هتلاقي البت أمنية الشقية في الشارع، لازم تلاقيها وتديلها علقة محترمة. شوف اللقطة مكان الدرس وامنيه ما قالتليش، وانا بصراحه اصلا مش فاضيه لامنيه، انا الشغل اكل كل وقتي، وانا برضو مقصره معاها قوي بصراحه. طيب ده انت هتقولي احسن اللي انا قصرت معاها. انا دلوقتي اللي انا هعمله هروح استنى امنيه في البيت، ولما ترجع البيت هفهم منها كل حاجه. أمنية يلا بينا يا غدا عشان نروحوا في ميعاد الدرس. ماشي يلا بينا بقى نرجعوا الهوفر بورد. يلا ماشي. أمنية يلا بينا يا غدا عشان نروحوا في ميعاد الدرس. ماشي يلا بينا بقى نرجعوا الهوفر بورد. يلا ماشي. اتصدمت دلوقتي يا أمنية، انت هتاخدلك علقة محترمة، ما تخافيش هتتضربي. وانت ايه اللي جابك هنا يا ماما؟ انت بتعملي ايه هنا يا امنيه؟ مش انت قلتي ان انت في الدرس؟ ايوه ما الميس النهارده ما جاتش صح يا غزل؟ صح. الميس ما جاتش ازاي يعني يا امنيه؟ ده انا مكلمه الميس في التليفون وقالت لي ان انتوا عندكم امتحان. طب مش عارفه بقى يا ماما. امنيه قولي الصراحه، انت مخبيه عليا ايه؟ انت بقى اللي بتكتبي ولا البواب اللي بيكتب؟ يعني ايه البابا بيكتب؟ مش فاهمه حاجه. اصل انا رحت سالت على العنوان اللي كنت بوديكي فيه الميس ندى بتاعت الانجليزي، البواب قال لي ان الميس باعت الشقه من سنه، وانت بتقولي لي ان الميس ما جاتش النهارده الدرس، وانا اتصلت بالميس قالت لي ان انت عندك امتحان. 3 اجوبه مختلفين، قولي لي بقى انا اصدق مين؟ صدقيني طبعا انا. بس انا مش مصدقاكي يا امنيه، وانت بتكدبي وفي حاجه غلط. وبعدين جايبه الحاجات دي منين؟ من واحده بتأجر عجل. طب قدامي يلا نرجع الحاجات دي وحسابنا في البيت، وهتحكي لي كل حاجه بصراحه، فاهمه ولا مش فاهمه؟ فاهمه يا ماما. حاضر. انتوا الاثنين متفقين مع بعض وبتكدبوا صح؟ قدامي ماشي. قدامي. حاضر حاضر. بتكدبي عليا يا امنيه، بتكدبي على امك. احسن يا أمنية. عارفين يا جماعة انا لما اكره كلمة شوف حصلية دي، يعني يقول العنوان بعدين يقول شوف حصلية، يقول لنا حصلية عشان نعرف يا عم ده. انا عايزه افهم يا امنيه، انت مخبيه عليا ايه بالظبط؟ انا عايزه اعرف. انا مش بخبي عليكي حاجه يا ماما. طيب انا بقى هتصل بميس ندى وافهم ايه الموضوع بالظبط. هي دي ست تبقى جارين منها صح؟ قدامي. الو؟ ايوه يا ام امنيه، دلوقتي يا ام امنيه قلت لك عندنا امتحانات يا ام امنيه. انت يا بنت بص قدامك يا بنت، في تليفون ورا، انت ولا هسحب منك الوقت يا ام امنيه. انا بقول لك بنتك اشطر واحده في الدرس، بنتك هتطلع الدكتوره ان شاء الله والاولى على المدرسه. خلاص يا ام امنيه. الشغلانه دي هي دي ميس ندى؟ انت مين؟ دي ماما. دي ماما. انا عايزه افهم، انا برضو ما فهمتش حاجه، انا عايزه افهم ايه اللي بيحصل بالظبط. ايه اللي بيحصل يا امنيه؟ فهميني انت ايه اللي بيحصل. انا هقول لك ايه اللي بيحصل. دلوقتي عيالك بياخدوا منك فلوس الدرس ويجي يدوها لي، وبيأجروا الهوفر بورد 5 مواد، عربي وانجليزي ورياضه وعلوم ودراسات، والماده 200 جنيه، وبيدوني الفلوس وبياخدوا ايه؟ الهوفر بورد وبيلعبوا بيه. ده انا ليا فلوس عندهم كمان، ده بياخدوا كل يوم 2 ساعة مني. يعني انا عايزه افهم حاجه، هو انت صح اللي انت بتعمليه ده؟ انت شايفه كده ان انت صح يعني؟ انت جايه انت تعلميني الصح من الغلط؟ روحي علمي عيالك، انا مالي. صح عندك حق، انا اللي غلطانه. انا يا امنيه انا بقول ان بنتي كبيره وواثقه فيكي يا امنيه ومعلمك. لا أمنية لسه صغيرة، عندها 11 سنة، متخافيش لسه صغيرة، علمها صح من الغلط بدل ما اجي اضربها. الادب والاحترام، تكدبي عليا يا امنيه وبتدي فلوس الدرس وعطياني الرقم بتاعت العجل عشان ترد عليا. ماما انا اسفه يا ماما، والنبي انا اسفه يا ماما. سامحيني. انا اتخدعت فيكي يا امنيه، انا مخدوعه فيكي والله يا امنيه. حسابنا في
صغير. على فكره كل الناس بتعمل كده، الكشكول ده كله عيال بتيجي تعمل كده، مفيش حد بياخد دروس دلوقتي. صح، محدش بياخد دروس، صح، احنا الغلطانين. بس كده الفيديو يخلص هنا. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناة وبس. مع السلامة.